حبيب قلبي عامل ايه؟ من شهرين بالظبط يا حبي كنت انا وانت قاعدين في امانة الله، وهوب الانترنت بيحصل له انفجار. ومهما كنت مش متابع مارفل اكيد وقع قدامك خبر عودة روبرت داوني جونيور لعالم مارفل السينمائي لعمل دور البيج باد فيلن دكتور دوم. ويا لها من صاعقة، ولكن ما اجمل هذه الصاعقة، واقيمت الافراح وليالي المداح حتى انهالت علينا النظريات والتسريبات. وقال لك بقى ان دكتور دوم مش هيبقى فيكتور فان دوم، وهيبقى نسخه فاريانت من توني ستارك بقت دكتور دوم. وناس تانية معاهم قالت لك ايوه والدليل على كده الكوميكس. وناس تانية قالت لك لا، ار دي جي هيبقى فيكتور فان دوم عادي ومش توني ستارك. ده غير بقى اصلا ان في ناس زعلانه ان هو راجع من الاساس. هيخلي الموضوع تشيب، هيخلي الموضوع رخيص للي حصل قبل كده. مامان كمان اتس روبرت داوني جونيور يعني. فخليك معايا كده عشان اقول لك على كل اللي هيحصل. ودعنا عزيزي المشاهد الخطير ان نبدا هذه الحلقه، ولا تنسى اللايك المتين والسبسكرايب الجميل واعرني انتباهك. القصة كلها ابتدت من ساعة صدور فيلم ايرون مان 1 وتألق ار دي جي في كاركتر توني ستارك اللي بيخلي مارفل تعمل جزء تاني وتالت للفيلم ده، غير ظهور ايرون مان في افلام تانية كتير وصولا لافنجرز اند جيم عشان ناخد افضل واحسن ختام ارك الكاركتر عظيم زي توني ستارك، وانتهاء روبرت داوني جونيور من الدور اللي رفع حجمه كممثل لسابع سما. ومن اسباب النجاح ده هم الروسو براذرز اللي اخدوا الكاركتر في فيلم انفينيتي وور وافنجرز اند جيم لاعلى نقطة فيه، وقرروا ان هم يدونا النهاية العظيمة دي. ومن بعد 2019 يا حبيب قلبي وكلام كتير قوي ما بيخلصش عن رجوع ار دي جي لعمل دور ايرون مان من جديد، لحد لما هو نفسه طلع في انترفيو وقال ان هو حاسس انه لما يرجع يعمل دور ايرون مان من بعد النهايه العظيمه دي هيبقى شيء بالنسبه للمشاهد محبط ومش حاجه حلوه. فده كده كان رد ار دي جي عن رجوعه ان هو يعمل دور ايرون مان. واحد يقول لي الله، طب وايه لازمه الكلام ده كله يا عم حسوب؟ انت ما تخش في الجديد يا عم. حاضر يا حبي هقول لك اهو، اهدى بس. المهم ان في مؤتمر سان دييجو كوميك كون 24 كيفن فاجي كان مستضيف الروسو براذرز الاول قبل ما يقدموا ار دي جي. المهم ان وهم بيقدموه قالوا الكلام ده، اسمع كده. We give you the one person who could play Victor Von Doom. اهو قال لك فيكتور فان دوم. ومن هنا ده اول دليل يا حبيب قلبي ان دكتور دوم اللي هيتقدم في عالم مارفل هيبقى فيكتور فان دوم مش توني ستارك وبقى دوم. تمام كده. نيجي بقى لكلام روبرت داوني جونيور. بص كده يا حبي قال ايه؟ New mask. Same task. Playing complicated characters. سيبك من نيو ماسك وسيم تاسك، خلينا في I love playing complicated characters. اعتقد كده ان ممثل بحجم روبرت داوني جونيور لما يرجع تاني لعالم مارفل اكيد مش هيرجع عشان يعمل دور توني ستارك تاني او توني ستارك هو فيلن، لا وكمان هيبقى دكتور دوم. هتبقى حاجه كده تحسها ميها قوي، وخصوصا كمان انه باين من كلامه ان الدور ده تشالنج ليه، فتهيألي كده انه يقصد فيكتور فان دوم. وخصوصا كمان ان شخصيه دكتور دوم او فيكتور فان دوم ده مش كاركتر عادي ومش فيلن كده اي كلام، فاكيد هيبقى في تفاصيل كتير في الشخصيه دي. اكيد ار دي جي هيطلع معاها افضل ما عنده. وما تنساش ان كاركتر دكتور دوم تم تقديمها قبل كده في افلام فانتاستيك فور 2005 و2007 و2015، وبصراحه وانا واحد من الافلام دي عرف يقدم دكتور دوم بطريقه تليق بيه كواحد من اعتى السوبر فيلنز في الكوميكس. ده غير كمان ان احنا متعودين من مارفل ان هي تقدم لنا قصص بيزد اون كوميكس، وللاسف ده ما حصلش مع دكتور دوم، وما كانش الكوميك اكيوريت تماما، ولا حتى اخدنا اي حاجه عن الباك ستوري بتاعته، سواء مثلا نشأته في لاتفيريا وهو صغير او حتى مراحل تطوره ان هو يبقى حد يضاهي توني ستارك في التكنولوجيا كده. كل ده ما شفناهوش في الافلام دي، وده اكيد اللي الروسو براذرز اخدوه في عين الاعتبار. ومن اولها عشان يبينوا لك ان دكتور دوم ده حد مهم، هم نفسهم قالوا ان هم لازم يجيبوا احسن ممثل في العالم عشان يعمل الدور، وعملوا له زفه كده زي ما انت شايف. لحد هنا وجميل الكلام ده، لحد لما في يوم 7/8 اللي فات اليوتيوبر سوبس بينزل فيديو انبوكسنج لميستري بوكس مبعوت له من شركه AGPO المملوكه للروسو براذرز. المهم ان الميستري بوكس ده يا حبي كان فيه بوستر لايرون مان وهو دكتور دوم والبوستر ده فان ارت ومش اوفيشال ومن تصميم بوس لوجيك. بس من ساعتها يا حبي والدنيا قامت وما قعدتش، واكيد انت وقع لك فيديوهات ازاي توني ستارك بقى دكتور دوم في الكوميكس، وده اللي خلاني ابص بصه كده على الكوميكس واشوف ايه الدنيا. لقيت لك يا حبي قصه عجيبه كده ان توني ستارك بدل وشه مع وش فيكتور فان دوم، وكانت قصه عبثيه كده، وما اعتقدش ان مارفل
هتبقى بالسذاجه دي عشان تعمل حاجه زي دي. المهم بقى ان في ناس تانية مصدقه ان هو فعلا توني ستارك هيبقى دكتور دوم، وعلى كلامهم ان الدليل على كده ان الروسو براذرز اصلا جابوا RDJ في المقام الاول عشان اصلا يعمل دور توني ستارك وبقى دكتور دوم، وده عشان لحد دلوقتي في الMCU ما تمش التلميح بشكل واضح وصريح عن دكتور دوم، والمفروض ان مفيش وقت عشان يحاولوا يبنوا له باك ستوري. فبما انه هيبقى توني ستارك وروبرت داوني جونيور هيعمل الدور، فانت كمتابع لمارفل المفروض كده بقى عندك خلفيه عن الشخصيه وفاهمها كويس. وانا من رايي ان الفكره دي عبثيه فشخ، وانا مش معاها حتى لو كانت اوريدي موجوده في الكوميكس، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن ظهور كاركتر هيغير مجرى كل حاجه بتحصل في الMCU، اللي كان اولهم هو الغاء فيلم كانج داينستي، وثانيهم الكيك اوت بتاع جوناثان ميجرز من الMCU، وبالتالي كل الاعمال اللي جايه هتبقى كلها تمهيد لظهور فيلن المرحله دكتور دوم. There is no victor, there is only doom. ازاي بقى كل الكلام ده هيحصل؟ ركز معايا بقى كده يا حبي. من الكلام اللي على الساحه حاليا ان دكتور دوم هيتم تقديمه في فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس اللي هيتم عرضه 25/7/2025، ولو جيت بصيت هتلاقي ان ده شيء منطقي نتيجه الصله الوثيقه اللي ما بين دكتور دوم والفانتاستيك فور في الكوميكس. ده غير ان زي ما قلت لك ان مفيش فيلم فانتاستيك فور اتعمل الا لما كان فيه دكتور دوم، بس في اعتقادي الشخصي ان دكتور دوم هيتم تقديمه بشكل مبسط في البوست كريدت سين مثلا بتاع الفيلم، لان فانتاستيك فور الفيلم بتاعهم هيبقى جالاكتوس، وجالاكتوس زي حبي كيان كوزماتيك كده بيستمد الباورز بتاعته من تدمير الكواكب، واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 48 من فانتاستيك فور، وفيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس ده يا حبي هيكون بيدور في زمن الستينات في عالم موازي غير عالم الMCU بتاعنا، بس بيقال ان الفانتاستيك فور دول كانوا اصلا من عالم الMCU بس اتنقلوا لليونيفرس ده اللي هيبقى فيه احداث الفيلم، وبرضه بيقال ان في اخر الفيلم ان هم هيرجعوا عالم الMCU بتاعنا عشان ينضموا للافنجرز ويبداوا يحذروهم من دكتور دوم، حاجه كده زي هالك لما قابل دكتور سترينج وقال له ان ثانوس جاي في السكه. فلحد هنا وجميل الكلام ده، احب اقول لك ان بعد الفيلم ده لحد فيلم افنجرز دومز داي اللي اتحدد له ميعاد عرضه 1/5/2026 هيكون في كذا عمل هيتم فيه التلميح او التاهيل لفيلم افنجرز دومز داي، وفي اعتقادي الشخصي ان بعد فيلم فانتاستيك فور اغلب الاعمال اللي ادوها ميعاد عرض هيتم تاجيلها قدام شويه عشان يعرفوا يفرشوا تقديمه حلوه كده لدكتور دوم، سواء بقى ان هو يظهر في كاميو او بوست كريدت سين، واهم عمل هيوضح الدنيا هو فيلم دكتور سترينج 3، لان في اخر فيلم دكتور سترينج 2 عرفنا ان كليا ظهرت لدكتور سترينج وقالت له ان الدنيا بايظه في المالتيفيرس بسبب الانكرجنز والتصادمات ما بين العوالم، وبتاخده معاها وبتمشي، ومن هنا اكيد الفيلم الثالث هيبقى كله مالتيفيرس. فالفيلم ده في اعتقادي الشخصي هيبقى قبل فيلم افنجرز دومز داي، فاعمل حسابك كده وانتظر ظهور دكتور دوم في البوست كريدت سين بتاع الفيلم ده، والبوست كريدت سين التاني هيبقى اكيد عن مقابله دكتور سترينج بريد ريتشاردز مثلا، او مقابله دكتور سترينج بدكتور دوم نفسه، لان بالعقل كده لسه نازل خبر ان دانزل واشنطن هيشارك في فيلم دكتور سترينج 3، والكلام ان هو هيعمل دور دورمامو اللي ظهر معانا في دكتور سترينج 1، فاكيد الفيلم ده هيبقى فيلم كبير وختام ثلاثيه لواحد من الOG بتوع الافنجرز، فليه خلوه بعد فيلم افنجرز دومز داي؟ اتهيألي هيبقى قبليه، لان لو هينزلوه بعد فيلم دومز داي مش هيظهروا دكتور سترينج بشكل كبير في الفيلم، لانه اصلا مش هيبقى موجود في الرياليتي بتاعتنا، ده هيبقى مع كليا ودورمامو بقى في الابعاد التانيه بتاعتهم دي. ده خد عندك لسه فيلم سبايدر مان 4 اللي جاي كمان، اللي لحد دلوقتي الناس مش عارفه هيبقى قبل فيلم دومز داي ولا بعد الفيلم. بص يا حب عشان اريحك، فيلم دومز داي هيبقى فيلم خاص بدكتور دوم زي فيلم انفينيتي وور كده اللي كان كله عن ثانوس. المهم ان الفيلم ده هنشوف فيه قصه فيكتور فان دوم اكيد، وبرضه هنشوف تجميع للافنجرز، وهيتم تقديم دكتور دوم في الاول كانه هو واحد عايز يساعد المالتيفيرس، ومن هنا الافنجرز هيتقسموا فريقين، حبة هيبقوا مع دكتور دوم وحبة هيبقوا ضده، عشان يخلص الفيلم على حوار ضخم هيحصل في عالم مارفل السينمائي ايا يكن بقى ايه، دمار المالتيفيرس مثلا وما يتبقاش اللي كام كون بس، او ده وارد برضه، او ممكن دكتور دوم يخلي المالتيفيرس كله في كون واحد وهو كون الباتل وورلد، احتمال برضه. المهم يعني ان نهايه الفيلم ده مع الاعمال اللي هتنزل بعديه كلهم هيأهلوا العمل الاكبر وهو افنجرز سيكريت وورز، اللي انا بقول لك من دلوقتي اهو ان مارفل هتخلي القصه دي على فيلمين، لان زي ما انت شايف كده تفاصيل كتير وناس كتير فشخ، صعب قوي انك تلم كل دول وتديهم حقهم في فيلم واحد. ده غير كمان ان كلنا عارفين ان من المفترض ان توم هولاند سبايدر مان يكون معاه السيمبيوت سوت في افنجرز سيكريت وورز، فيا ترى ده هيحصل ازاي مع كميه الاخبار اللي بتنزل دي؟ انا اقول لك يا ريس، خلينا نقول ان اول ظهور لبيتر باركر هيكون في افنجرز دومز داي، واكيد هيكون في صف دكتور دوم نظرا لوجه الشبه اللي بينه وبين توني ستارك،
فكده كده بيتر باركر هيكون واثق فيه فشخ لحد لما بيتم الحدث الاكبر اللي هيحصل في نهايه فيلم دومز داي، عشان نروح بعد كده لفيلم سبايدر مان كينج ان بلاك اللي هنشوف فيه فينوم ونال وهم في الام سي يو. واكيد يا حب في اخر الفيلم ده هنشوف بيتر باركر بالسيمبيوت سوت عشان يتم تقديمه بيها في افنجرز سيكريت وورز. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى تكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس وتعمل فولو حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. وراجع كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم مدام حسوبه من حسوبه هوكس. سلام.